السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم من الناس اللي هي ضعيفة والناس المبتدئة في القراية. إن شاء الله بإذن الله لو خدت معايا الملحوظة دي أو الفكرة دي وطبقتها بإذن الله إن شاء الله هتقرأ معانا إنجليزي، مش هتاخد وقت. طبعا اهم ركيزه او اهم نقطه او اهم اساسيات ان انت الريدنج عندك تكون تمام عشان تقدر بعد كده تحفظ كلمات والدنيا تمشي معاك. هقول لك يا سيدي امشي معايا. اولا ربط قرايه الانجليزي بالعربي، هم نفس الحروف هنا الاي زي الالف المد، البي زي الب، الاف زي الف، الام زي الميم. حتى انا بعتبر في 3 حروف كده في اللغه الانجليزيه بيشكلوا